ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد سهل وبسيط خالص. دي دايره، احنا بنشتغل التزايد في الدايره، فبنقفل. وقت ما بنقفل السطر بيبقى فيه خط هنا باين وبارز، بيبين بدايه الشغل معانا وبيبقى شكله مش ظريف. وادي نفس الدايره بنفس التزايد، بس طريقه الشغل فيها مختلفه او النهايه فيها مختلفه. دلوقتي انا هوريكم ازاي تقفليها بطريقه احترافيه من غير خالص ما تبان الشكل ده او يعني العمود اللي ارتفعنا بيه يبان معاكي كده. فازاي هنيجي؟ طبيعي انا طبيعي بقفل الدايره كده، يعني انا هشتغل خلاص اخر غرزه اهو انا اشتغلتها، فطبيعي ان انا بدخل هنا واسحب الخيط واقفل كده. تمام، انا مش هعمل كده، انا هاجي في اخر غرزه اهي، وبدل ما ادخل كده هاجي هنا من ورا واسحب الحلقة كده واسحب الحلقة معايا. من ورا الشغل. طب هرتفع ازاي السطر الجديد؟ هلف الخيط على الابرة وادخل في نفس المكان واشتغل عادي خالص النص عمود اللي انا بشتغل، وهكذا. وفي كل قفلة سطر هشتغل بنفس الطريقة كده. تاني اوريها لكم تاني. ادي اخر نص عمود انا هشتغله اهو. الطبيعي ان انا بقفل كده، تمام. انا مش هقفل كده، انا هسحب شوية الحلقة وهدخل هنا كده تحت الحلقتين، واجيب الحلقة اللي انا كنت فيها او اللي انا هقفل بيها اهي، وهسحبها لورا كده خلاص. وبعدين اعمل ايه؟ هلف الخيط على الابرة وادخل واشتغل عادي غرزة النص عمود بتاعتي زي ما انا هشتغل. يا رب اكون فدتكم، يا رب تكون الفيديو عجبكم. اشوفكم فيديوهات جايه تاني ان شاء الله. متنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.